راك تشوفوا هاد الولد صغير اللي جاب معاه شحيحه اللي عنده شحال هو يخبي فيها، على جال من على جال فئه بزاف حساسه ونحبوهم حنا بزاف. تبعونا تعرفوا لمن جاب الولد صغير شحيحه هذه. هاد الحوايج بالك كنت تحوس لبلادك ما تلقاهمش. هذه الحاجه اللي عجبتني لهنايا هي لاكاليتي، حاجات بزاف شابين. متجر السعاده، فرحه العيد تبدا بكسوه. هذه الجمعيه هذه راهي دير هذا المتجر هذا تعمروا كاع بالحوايج على كل نوع، حاجه شابه كاليتي باش نجيبوا الايتام لهنا يخيروا بيديهم، باش ما يحسوش روحهم باللي شغل جاي انسان عطى لهم حاجه بالك ماهمش حابينها، ولا شغل تاع ما جاتنيش عاود بدلها. يقيسوا هما ويخيروا بيديهم مع ديزانفلونسور هنا ماذا بينا اللي يقدر يعاوننا. وثاني اي واحد يقدر يعاوننا في هذه الحاجه هذه مرحبا به. والجمعيه هذه ما تنشط غير اليوم وخلاص، ولا غير هذه المناسبه وخلاص، تبع اليتيم حتى يكبر. هاي الحاجه المليحه فيها. واش رايكم؟ نعرف الميكسي ولا للاسف ما يقدرش يبان صاحبي شنو خرجتو ما شاء الله. حبيت نقول لكم باللي اي انسان راه حابب يشارك معنا في الحاجه هذه، ولا راه حابب يعاون ولا يمد وما عرفش وين ووقتاش وكيفاش، نقول له يتواصل معنا. يا لو كان بهذه برك تقدر تفرح يتيم. سلام.